بيبدأ الفيلم في حفلة عيد ميلاد، وبيكون عمه ده شايل هدية في ايده ورايح يعطيها لحد، والأمن بيوقفه لكنه بيقول له إن هو أبو كيم، وبيقف مع الست دي وبنعرف إنه طليقها. وفجأة بتيجي عليه بنت كده وبتكون دي كيم، وبتاخده بالحضن وبتتبسط أوي إنها شافته. وبنروح لمكان شغله وبيكون رايح مع ناس أصحابه في مهمة لتأكيد براين ما تقرفناش، لكنه بيكون خايف وقلقان عليها، فبيقول لها أنا عارف العالم يا حبيبتي، وبنت ال17 سنة ما ينفعش تسافر لوحدها. وبتقول له تاني لانور ببرود امضي على الورق وخلاص، فبيقول لهم هفكر تاني في الموضوع. وبيكون محضر لها مفاجأة إنه جاب لها رقم مدير أعمال المغنية اللي كان بيأمنها امبارح، لكن كيم من زعلها بتقوم وبتمشي قبل حتى ما يقول لها، وبتكون ماشية وهي معيطة. وبتقول له لانور إن أنت ضحيت بعلاقتنا وجوازنا في سبيل الوطن، ومش قادر كمان تضحي بشوية وقت علشان خاطر بنتك. فبيقول لها بصوت عنف كده أنا مش هبقى مطمن. وبتجري وهي فرحانة قوي عشان تقول لأماندا صاحبتها، وبتيجي عليه لانور أمها القرشانة دي وبتقول له مش كان من الأول أسهل إنك تمضي وخلاص؟ فرد عليه الاسهل ان كنت تناقشيني في الموضوع قبل ما نركب للمطار. وبتروح لاماندا صاحبتها في المطار، وبيكون براين بينزل شنطتها كده وبيلاقي انها مش مسافره باريس بس، وان دي رحله لاكتر من دوله. وكيم كدبت عليه، فبيقول للانور انت كنت عارفه بالموضوع ده؟ فبتقول له بمنتهى البرود انها ما تقدرش تبقى نزيهه معاك بسبب صرامتك وقوانينك وشروطك الصعبه. وبيكون مصدوم من طريقه كلامها، وبيسالها اسئله من نوعيه قابلت حد في المطار؟ وبتقول له اسم بيتر، هل هو امريكي؟ فبتقول له لا. وعرف مكان البيت؟ فبتقول له اه. وبيكون بيكلمها هو بيسجل صوت على جهاز كده عشان يحلل كل اللي هيسمعه. وبتقول له ان هم جايين عليها، وبيوجهها زي ما يكون خبير في الاحداث اللي من النوعيه دي، ويقول لها خليكي مركزه وقولي لي كام واحد. فبتقول له 3 ممكن 4. وبيخليها تروح الاوضه اللي جنبها وتنزل تحت السرير، واول ما توصلي عرفيني. ولما بتعمل كده بيقول لها ان اللي جاي اسوأ جزء، وهو انهم هيخطفوكي، بس هيكون معاكي من 5 ل10 ثواني، ركزي فيهم كويس وقولي لي اي حاجه تشوفيها، لون شعر، ندبات، علامات مميزه، وشوم، اي حاجه. وفعلا بيدخل عليها وبيكونوا بيتكلموا مع بعض بس باللغه الالبانيه. واول ما بيكونوا خارجين بتقول انهم مشيوا، لكنها فجاه بتتشد من رجليها وبتكون بتصرخ جامد وبتقول لحيه وست رجلين ووشم على الايد اليمين هلال ونجمه. وفجاه بيقول براين انا معرفش انت مين وعايز ايه، ولو كنت بدور على فلوس فبقول لك انا مش معايا فلوس، لكن عندي مهارات كتير تخليني كابوس لناس اشكالك، ولو سبت بنتي دلوقتي فدي هتكون النهايه، لكن لو ما عملتش كده فانا هدور عليك وهجيبك وهقتلك. فبيرد عليه جود لك او حظ سعيد. فكر ان هسيب بنتي تعيش معاك وانا معرفش عنها كل حاجه. وبيخليه يجهز له طياره لباريس بعد ساعه. وبيخلي سامي يتكلم قدام طليقته، بيقول له ان هم عصابه بيتاجروا بالبنات، وانهم بيحولوهم لمدمنين مخدرات وبعدين بيبقوا عاهرات، واختصاص المجموعه دي السياح اللي تحت السن. بيقول له ان قدامك 4 ايام بالكتير عشان تلحقها وهي عايشه. فبتصرخ لنور من الزعل والخوف عليها. وطبعا سبحان من صبر براين عليها، انا لو منه كنت دغدغت دماغ ابوها بالبرود اللي كانت. وبيوصل براين لباريس وبيروح على العنوان، ويدخل الشقة من الشباك كده اللي كانت فيها كيم وأماندا، وبيمشي في الشقة وبيشغل المسجل بالأحداث اللي حصلت وبيشوفها قدامه في الواقع. وبيلاقي التليفون بتاعها مكسر وبياخد منه كارت الميموري، وبيدخله في الكاميرا وبيشوف الصور اللي صوروها مع بعض. وفيهم بيلاقي الصورة اللي كان بيتر صورها لهم، وبيقرب الصورة قوي وبيشوف شكل بيتر في إزاز كده كان عاكس شكله بالصورة وهو بيصورهم. وبيجي المشهد على وبيلاقي العسل دي وبيمشي معاها بنفس السيناريو، لكن فجأة بيجي عليه براين وبيخبطه في راسه وبيدخله التاكسي بالعافيه. وبيخاف سواق التاكسي وبينزل جري من العربيه. وبيساله براين على بنته واماندا وبيكون بيضرب فيه جامد. وبيجي حد زي الحيطه كده بيشد براين بره العربيه وبيضربه. ولما بيظبطوا براين بكام ضربه خبره كده بيقع على الارض زي الجحش. ويبص على بيتر مش بيلاقيه في العربيه، فبيدور العربيه ويروح وراه بسرعه وبيفضل يهرب منه بيتر، لكن براين مش سايبه وبيجري وراه بكل قوته لحد ما بينط بيتر من على كوبري على عربيه نقل كده ومنها للارض. لكن براين وبيمشي وبيكلم جون كلود ده حد عشان يراقب براين ويخليه معاه زي ضله، لانه عارف انه هيعمل اي حاجه عشان يوصل للي هو عايزه، ما هو صديق قديم بقى. وبيوصل للمكان اللي قال له عليه، وبيدخل شخص معين كده لعربيته، وبنعرف ان هو مترجم من الالبانيه للانجليزيه، وبيساله عن سعر الساعه من وقته بكام، وبيحاسبه على 10 ساعات مقدمات. وبعدين بيسيبه في العربيه وبينزل يروح لواحده من اياهم كده، وبيكون عمال يجادل معاها عشان يعمل لها مشكله، لانه عايز اللي مشغلها يجي وهو ده المقصود. وفعلا ده اللي بيحصل، وبيجي انطوان وده اللي مشغلهم، وبيهدده وبيقول له ان انا هاخد منك 50 يورو علشان انت ضيعت منها
منها زبونين والا هكسر وشك. فبيعطيه فعلا الفلوس، لكن بيكون زرع له ميكروفون في هدومه، وهو جايب المترجم معاه اصلا في العربيه عشان يترجم له اللي هيتقال. فبيطلب من المترجم يترجم له اللي بيتقال، وبيترجم له شويه كده وبعدين بينزله من العربيه، والمترجم مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. المهم بيروح لمكان كده على انه عامل، وبيكون المكان كله خيم، وبيكون فيه بنات كتير كلهم بيتعاطوا او بيحاولوا يتحولوا لمدمنين، وبيكون بيبص عليهم كده بخوف لا تكون كيم بنته في وسطهم، لكنه كل مره مش بتبقى هي، لحد ما في خيمه منهم بيشوف الجاكيت بتاع كيم، فبيروح عليه بسرعه وبيضرب الشاب اللي موجود، وبيسال البنت عن صاحبه الجاكيت، لكنها بتكون متخدره ومش فاهمه انت مين يا عم اسماعيل. وبيجي عليه ناس كتير وبيبقوا عايزين يضربوه، لكنه بيروق عليهم واحد ورا التاني، وبيبقى عايز ياخد البنت دي وبيمشي، وبيعمل كده فعلا، بس بيكونوا كلهم وفيهم انطون رايحين وراه، لكنه بيقدر ياخدها للعربيه، وبيشغل العربيه وبيمشي من المكان بسرعه، بالرغم من انهم بيضربوا عليه نار كتير، لكنه بيعمل لا وانه عايز يقابل الرئيس اللي فيهم، وبيهددهم انه بضغطه زر واحده هيجي عليهم بدل عميل 30 عميل حالا. وفعلا بياخدوا الشخص ده عليهم فوق، وبيكون عامل نفسه انه عايز نسبه من اللي بياخدوه بدل ما يقفل لهم المكان، وبيشوف وشم الهلال والنجمه على ايد يمين لواحد فيهم، وبيهددهم انهم بيشتغلوا في كل حاجه غلط وساكتين عليهم، فلو ما قبلوش بنسبه 10% النسبه دي هتزيد عن كده، وبيخلي بعد شويه النسبه توصل ل 20% لانهم بيعندوا قصاده، لكنهم في الاخر بيوافقوا، وواحد منهم بيخلي واحد تاني يجيب له الفلوس، وبيكون جايب لهم ورقه مكتوب عليها بالالبانيه، وبيطلب من واحد منهم يترجمها له، ولما بيقول له جود لاك بيكون ده نفس الصوت اللي كان في التسجيل، وهو ده بالظبط المطلوب من كل المشوار ده. وبيقول له بقلب اجمد من الحديد وهو واقف في وسطهم كلهم كده لوحده، بيقول له انت مش فاكرني؟ بيقول له انا كلمتك في التليفون من يومين وقلت لك ان هجيبك. وبينزل فيهم ضرب وتقتيل وتقطيع يا معلم، منين الضربه هتجيلك متعرفش. وبينزل فيهم ضرب نار، وهو متدارب الاخ ده كده كدرع واقع قدامه لحد ما بيخلص عليهم كلهم، وبيدخل الغرف اللي في المكان وبيلاقي بنات كتير كده نايمين ومتبهدلين، لحد ما بيلاقي كيم، ولما بيقرب منها بتكون للاسف مش هي، ولما بيدخل اوضه تانية بيلاقي اماندا صاحبتها بس بتكون ميته بجرعه زياده، وبيكون اخد صاحبنا ده في غرفه كده وحاطط في رجليه حديدتين وموصلهم بالكهرباء، وبيساله على بنته لكنه مش بيرد عليه، وكل مره بيزود الكهرباء تاني وبرضه مش بيرد، ويرجع يشغلها تاني لحد ما بيقول له انهم باعوها لانها عذراء وبتجيب فلوس، مش في القايمه. بيدخل بيه الاسانسير وبينزل بالاسانسير للمكان اللي نزل فيه سانت كلاير من شويه، وينام الزبون ده شويه على الارض كده قيلوله، ويطلع براين ومعاه مسدسه ويجي عليه الويتر، وطبعا عارفين ايه اللي هيحصل. برافو عليك يا صديقي، بقيت خبره. فعلا اخد هدومه وعمل ان هو الويتر، وبيدخل لمكان كده بيتعرض فيه بنات وبيكونوا معروضين للبيع على ناس معينه تقيله قوي، وبيقدم المشروب للشخص ده، وبيكون عايز يشوف هل كيم موجوده في البنات دي ولا لا. ودلوقتي بيكون وقت اخر مزاد لانها الاغلى والافضل والاحسن، وبتكون فعلا هي كيم، وبيطرس عليه في الاخر، وبيكونوا طالعين من المكان ده، وفجاه بيتضرب براين على راسه من ورا وبيقع على الارض. ولما بيفوق براين بيكون سانت كلاير قدامه، بيقول له براين ان البنت الاخيره دي بنتي رجعها له. بيقول له سانت كلاير مش بايدي، دي تجاره استثنائيه، وبيقول لرجالته اقتلوه بس بالراحه عشان عندنا ضيوف. بيكون واحد فيهم بيخنقه كده بحبل، لكن الماسوره اللي بيكون مربوط فيها بتتفك، وبيقدر يفك نفسه وبيقدر يخلص عليهم كلهم، وبيوصل لسانت كلاير وبيضربه طلقه في دراعه، وبيكون مهدده لحد ما بيقول له في مركب جنب رصيف المينا هتلاقيها فيها، وكل ده تجاره مش حاجه شخصيه. فبيضرب عليه براين رصاص وبيسيبه في الاسانسير ويمشي بسرعه علشان يلحق المركب قبل ما تتحرك، لكنها بتكون فعلا اتحركت، وبياخد اي عربيه كده من الشارع وبيطلع ورا المركب بسرعه من على الطريق، وبيبقى عايز يطلع على اي كوبري عشان ينط على المركب، وفعلا بيقدر يعمل كده، وبينزل على المركب وبيضرب الاخ ده والزبون ده يلا مش هنلاحق يرمي في الميه على طول، وبيشوف واحد من الرجاله دي. المهم لما بينادى عليهم علي وما بيردوش بيعرف انهم في خطر، فبيمسك مسدس على الكل وبيتبقى بس علي، وبيدخلوا في اشتباك قوي قوي مع بعض، وبيكون علي قوي والله بصراحه، بس بيكون براين خبره برضه، وبعد ما بيرزعوا في بعض شويه حلوين بيقدر براين يخلص عليه، وبيدخل على البيج بوس الجحش ده، وبيكون ماسك كيم بنته، وما بيجي يتكلم بيضربه بالنار وبيقع ميت، وبتترمي كيم في حضن ابوها، وبتكون مش مصدقه انه جه وعمل كل ده علشانها، واخيرا بياخدها براين وبيرجع على بلده. وبس كده يا صديقي بيخلص الفيلم لحد هنا، وكل وصل لحد هنا انتوا اجدع ناس. قولوا لنا ايه رايك في التعليقات، ولو في اي اقتراحات اكتبوا لنا في التعليقات. وفي الاخر كالعاده اسم الفيلم هيكون في اول تعليق، وصلى على النبي محمد. سلام.